صلصه لجميع المعجنات. وراي غنجيب واحد الطنجره، غنحط فيها الطماطم اللي عندي طبعا مغسوله، القشره ديالها، يفضل تكون الطماطم مستويه وتكون حمراء. في هذه الاثناء انا عندي الفلفل الاحمر كيتشوى، وكذلك نضيف الفلفل الاخضر، يفضل انكم تشويوه على النار هكا باش يعطينا الطعم المدخن. دابا غنحط هاد الطنجره غادي نغطيها وغادي نحطها فوق النار بلا ما بلا حتى شي حاجه. هذه الفلفل الخضراء والحمراء اللي شوينا، نحاولوا غير نقشروها شي شويش. ما تغسلوهاش بالماء، فقط نظفوها بايديكم باش تبقى فيها الطعمه ديالها وتبقى فيها داك الطعم ديال المدخن. بالعقل ولا بالسكين وخير بقى شويه ديال القشره، اصلا هذيك اللي كتعطيها طعم مدخن. هذه الثوم اللي شويناها طبعا فيها واحد الرائحه رائعه. طماطم فقط تنحيدوا لها القشره تاعها بحال هكذا وغادي نطحنوها. هنا الطماطم فاش قشرتها رجعتها لنفس الطنجره، غادي نضيف عليها الاشياء اللي شويتها وقطعتها، الفلفل الاحمر والاخضر والبصل والثوم المشوي. غادي نضيف ملعقه صغيره من المنسمات اللي عندي. هاد المنسمات عباره عن ورق الغار، اكليل الجبل، الزعتر والريحان المجفف. عندي هنا اللي هو الريحان، اوراق الريحان كنت نحطهم بالفريزر. نضيف شويه ديال اوراق الريحان كما تشوفوا، وغادي نضيف الملح والفلفل. وغنضيف الخلطه العجيبه تاعي
فيكم نتوما تعوضوها باي بهارات بغيتو تضيفوهم، ملح وكمون وفلفل اسود وبابريكا. وغادا نضيف زيت الزيتون. غادا نسد عليها شويه ومن بعد غادي نجي غنخلط جميع المكونات. فيكم تخلطوها هكا وفيكم تحطوها بالخلاط الكبير وطحنوها. كيف ما شفتوا بعد ما طحنا الصلصه اللي عندنا غادا نضيف عليها واحد المعلقه كبيره تاع صلصه الفلفل باش تزيد تعطينا اللون الاحمر، وكذلك كتعطي هذا الدبس الفليفله او صلصه الفلفل الاحمر الحلو كيعطي واحد المذاق زوين. غادي نخليوها تبقى تغلي حتى يتبخر هاد السوائل اللي عندنا فيها كلها، وغتبدا هاد الصلصه غادا تبدا تقال، ما غتبقاش خفيفه بحال هكذا. وهذه هي الصلصه منين خليتها حتى بردت. شفتوا كيف القوام ديالها صار ثقيل. دابا غادي نفرغها في واحد العلب. نتوما فرغوها في اي حاجه، اذا عندكم علب صغيره فرغوها في علب صغيره، اذا ما عندكمش اعملوا لها كيف الطريقه اللي غادا نعمل انا. انا عندي هاد العلب هادو وغادا نحاول نفرغها في هاد العلب. شوفوا هذه هي الصلصه ديالنا فاش جهزناها. غادا نحطها انايا في الفريزر وغادا نخليها حتى تجمد، وغادا نقطعها على حسب الكميات اللي انا غادا نحتاج. دابا غنحطها في الفريزر. كما شفتوا هذه هي الصلصه فاش طلعتها من الفريزر، قطعتها بهذا الشكل هكا، وغادي نرجعها يا اما لنفس العلبه او فيكم تحطوها في اكياس بلاستيك وتحتفظوا بها في الفريزر، تحطوها في البيتزا، تحطوها في المكرونه، تحطوها كذلك في الحشوات الا كتعملوا الحشوات تاع يعني الخضار محشيه والاشياء، اي حاجه فيها مثلا الصلصات حمراء حطوا من هاد الصلصه هذه، راها رائعه ورائعه جدا. وخصوصا دابا حنا في شهر رمضان، يعني داخلين على شهر رمضان، يعني كتوفر على السيده شويه ديال الوقت. يعني انا مش من النوع اللي كنجهز كثير لرمضان، ولكن الاشياء اللي تاخذ مني وقت بحال الصلصات وهذا كنحاول نجهزها ونخبيها، يعني كتوفر عليا الوقت. انا راه ما طحنتهاش حتى خليتها عصير، خليتها بقات شويه خشنه. الا كتشوفوها قطع ديال الفلفل والثوم باقا كتبان فيها، يعني ماشي طحنوها بزاف تخليوها مثل العصير. يعني قطعتين من هادو راه تعمل لكم مثلا قطعه تاع بيتزا كبيره. صافي تضيفوا عليها الاشياء اللي بغيتو تضيفوها وجبنه، وهي احلى بيتزا. وكان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. نتمنى انكم تجربوا هذه الصلصه وانا متاكده غدا تعجبكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.